اهلا بيكم في قناتي احلى الاكلات. هنعمل مع بعض النهارده سندوتشات الجمبري بطريقه سهله وبسيطه جدا. احسن من المحلات طبعا، وانضف واوفر. بنجيبها من بره باسعار غاليه جدا. تعالوا نعملها في البيت، وهنعمل معاها سلطه الطحينه البيضاء بكل سهوله. تعالوا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف عملناها ازاي. معايا نص كيلو جمبري، انا غسلاه كويس ومنضفاه. وشايله منه السلسله اللي بتبقى في الظهر. بالسكينه بس او طرف السكينه بتشيلها من ورا خالص السلسله، وبتطلع معاكي بكل سهوله لانها بتبقى كلها رمل. وهنعمل بقى التتبيله بتاعتنا اللي هنحط فيها الجمبري، اللي هي عباره عن معلقه كزبره ناشفه، معلقه كمون، معلقه توم مهروس بس تكون كبيره شويه، شطه، ملح طبعا، كمون، فلفل اسمر. وهنضيف معلقه خل كبيره وليمونه كبيره برضو. هنقلب كل المكونات دي على بعضها، وهننزل بالجمبري بتاعنا فيها، نسيبه حوالي زي نص ساعه وممكن ساعه في التتبيله، هيبقى حلو قوي. الى نص ساعه وتشتغلي فيه برضو هيبقى كويس، لان الجمبري ما بيحتاجش يتبل كتير. على بال ما الجمبري بتاعنا يتبل، هنعمل مع بعض سلطه الطحينه بكل بساطه. معايا حوالي كوباية طحينة خام، وهجيب معايا طبق تاني فاضي يكون عميق شوية. هحط فيه معلقة كمون صغيرة، نص معلقة توم مفروم، ملح، شطة، عصرة ليمونة، هنحط حبة خل، وهنحط معلقة زيت. الزيت ده هيديلها لمعان، هيدي الطحينة بتاعتنا لمعة حلوة قوي. هنقلب بقى كل ده مع بعض، وهنزود حوالي نص كوباية مية من الحنفية، مش سخنة ولا حاجة، من الحنفية. هنقلبها كويس، هننزل بيها على الطحينة ونقلب الطحينة بتاعتنا كويس قوي زي ما حضراتكم شايفين كده. وهو دوت القوام بتاعها المطلوب. هنظبط ملحها طبعا، هنسيبها بقى على جنب، ونجهز معانا الكفر اللي هنحطه على اللي هنعمل فيه الجمبري بتاعنا. عبارة عن دقيق، كوباية دقيق في طبق عميق، وهنحط عليه معلقة كركم كبيرة، وهنحط معاهم حبة ملح صغيرين، مش هنكتر لان ممكن التتبيلة تكون مظبطة الجمبري مش محتاج ملح. هنطلع الجمبري طبعا، هنشيل منه اي سوائل، وهنحطه في الدقيق. ولازم بقى الحركة دي بايدينا الاتنين، نغلفه كويس بالدقيق. لازم يتغلف كويس قوي بالدقيق بتاعنا، بطرف ايدينا بس كده. وهنجيب بقى مصفى هنحط فيها الدقيق. الحركة دي طبعا بتتعمل ساعة القلي بالظبط، بنكون مجهزين الطاسة على النار فيها الزيت، والزيت طبعا هيقدح من هنا، وهننزل بالجمبري بعد ما عملنا الحركة بتاعته دي في المصفى. نزلنا كل الدقيق الزيادة زي ما حضراتكم شايفين كده. هننزل طبعا في الزيت بتاعنا سخن، هو ما بياخدش وقت خالص في القلية، يا دوبك بيتحمر، مش هتسيبيه كتير عشان ما ينشفش معاكي، بيبقى طري من جوه ومقرمش من بره. وده شكله لما يتحمر. هنعمله بقى السندوتشات بتاعتنا. هنجيب العيش ونعمله بالطريقه دي، ندخله في بعض بالطريقه دي كده. هندهن بقى الرغيف بتاعنا بالطحينه اللي احنا عملناها،
بالشكل ده. طبعا لو انت عايزه تضيفي بقى جرجير ممكن تحطي، بيدي طعم حلو قوي برضو، بس ما كانش متوفر عندي جرجير. وهنحط الجمبري بتاعنا بقى كده بالشكل ده، وهنحط معاه شرايح الليمون. نعمل واحد مع بعض كمان. بيبقى طعمه حلو قوي وانضف واحسن من بره بكتير واوفر، وهتقدمي لاولادك حاجه نظيفه مضمونه في البيت. هنعمل مع بعض واحد كمان بالشكل ده، وبألف هنا وشفا لحبايبي. لو اول مرة بتشوفوني لايك وشير لو عجبكم الفيديو، والى اللقاء بفيديو جديد ووصفة جديدة. بحبكم في الله.